بصوا يا جماعة، انا دلوقتي بنعمل المحشي. السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا اول مقدمه الفيديو سبتها لكم كده بصوت انس عشان هو كان حابب ان هو يصور. هو كان ماسك التليفون وبيصور. هنا عايزه اقول لكم ان انا بعمل البصله بتاعه المحشي. اول ما دبلت معايا نزلت عليها بالطماطم. طبعا كنت ضرباها وبصفيها اهو معاكم. اكلمكم بقى لموضوع المقدمه بتاعه الفيديو. دي اصلا كان في نص الفيديو انا بحشي، بس هو طبعا ايه صور بصوته هو، فما حبيتش ان انا امسحها بصراحه. رحت ايه قصها وحطها لكم في اول الفيديو عشان تسمعوا صوت انس. حبيبي ربنا يهديهولي يا رب، ويهدي كل من كان يا رب، ويخلي لكم عيالكم يا رب ان شاء الله، وتشوفوهم احسن الناس. طبعا هنا انا كنت مولعه على الميه بتاعه المحشي، وحاطه كمون فيها. مش حاطه اي حاجه غير الكمون. طبعا بقى هنزل عليها ايه بس بالورقه اهو، الورقه اللي بتستوي معايا بقوم ايه شايلها من الميه، واحط غيرها بقى كده واقلبها على الناحيه دي واقلبها على الناحيه دي كده زي ما انتم شايفين معايا في الفيديو. طبعا الطماطم بقى نقلتها على العين الصغيره زي ما انتم متعودين معايا ان انا ايه، يعني بحب اشغل كذا عين واشغل نفسي في نفس الوقت، ما بقاش ايه شغاله بعمل حاجه واسيب حاجه وخلاص حاجه وابقى ابتدي في غيرها، لا. احب اعمل كل حاجه ايه في نفس الوقت كده عشان الحاجه تخلص معايا مره واحده. نقلت طبعا الصلصه على العين الواطيه، وقلت بقى ايه اخد الحله بتاعتي الكرنب بقى اجيبها على العين الكبيره عشان ايه اسلق بسرعه واخلص، عشان لسه هقطع بقى وكده هو واقعد احشي. طبعا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي بقى، ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوناش في اللايك والشير، كومنت حلو منكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اهم شيء اللايك بقى فضلا وليس امرا. يا ريت تعملوا لنا اللايك من فضلكم عشان القناه تكبر بيكم ومعاكم يا حبايب قلبي. طبعا هنا زي ما انتم شايفين كده ايه، بقطع يعني الورق بقى، بشيل العرش كده منه واقطع الحته اللي ديت ملهاش لازمه. لو هي جت في اي ورقه معايا ما جتش خلاص بقطع على طول. طبعا بقى التقطيعه دي حسب ما انت ايه، حسب رغبتك انت، حسب ما انت تحبي. حابه بقى الصباع كبير بتقطعيه كبير، حابه الصباع صغير بتقطعيه، تقطعي الورقه يعني ايه. لو هو كبير بتقطعي الورقه على 2، لو حابه الصباع صغير زي حالاتي بتقطعي الورقه ايه على 3. وحسب حجم الورقه اللي بتيجي تحت ايديك، لان الكرنب مش كله زي ما احنا عارفين. الكرنب كله مش ورقه واحده ولا مقاس واحد. بيبقى في ورقه كبيره، بيبقى في ورقه متوسطه، بيبقى في ورقه صغيره زي ما احنا عارفين يعني. طبعا اي ست بيت عارفه الموضوع دوت. احنا مش بنعلم بعضنا ولا انا طالعه اعلمكم. احنا مجرد ان احنا بنتشجع من بعضينا وبناخد افكار. تمام كده حبايب قلبي، عشان بس ما حدش يقول ايه انت جايه تعلمينا جايه تعملينا، احنا عارفين واحنا بس انت تعلمي مش عارف ايه كده. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بعد كده بقى بعد ما اخلص بقى طبعا ايه التخديع بقى انا سايباها بتتسبك بقى ايه براحتها. ما حطيتلهاش قوي اي توابل. توابل احطها لها اول ما الاقيها ايه نطرت قدامها عشان ما تمررش يا حبايب قلبي. انا ما بحطش التوابل في الاول. طبعا ايه هحط بقى اهو التوابل بقى. طبعا الصلصه هنا ايه اتسبكت، احط بقى عليها التوابل. بهارات المحشي اهم شيء، بهارات المحشي دي ايه زودي بقى زودي، بلاش تستخسري، على رأي اسرار المطبخ مع سمر. واحط ملح. هحط لها كمون. طبعا في الاول اول ما هي انا صفيتها حطيت لها معلقه سكر عشان الحموضه حبايب قلبي، والكمون منع للغازات. انتوا عارفين ان الكرنب بيعمل غازات. وفلفل اسود. بس هم دول اللي انت بتحطيهم على المحشي، مش محتاجه اكتر من دولك. طبعا في ناس بتحطي توم، في ناس بتحطي نعناع. النعناع بيدي طعم جميل جدا للمحشي برضك، عشان لو في ناس حابه تحطي النعناع مش اخضر، نعناع ناشف بتحطيه. بابريكا كمان بتخلي طعم المحشي، او مش طعم، هي بتدي للصلصه لون. البابريكا جميلة في أي أكل بتحطيها، بتدي للصلصة لون كده. لو الصلصة بتاعتك بهتانة ومش حمرة بتدي لون. لا لأن معايا صلصة ما شاء الله صلى على النبي يعني كانت حمرة. طبعا انا غسلت الرز بقى وصفيته. وانا هنا حطيت خضر بس ما بينتش ان انا حطيت معاكم خضر على التخديعه. وخليت شويه كده خضر بعد ما انزل بالرز واشوح الرز بالتخديعه كده شويه. انزل بقى بشويه الخضره دول، بتبقى خضره بقى وباينه. يعني دي كمان بتبقى باينه اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. طبعا بقى باخد الرز تشويحه كده مع الصلصه والخضره كده اهو. ودي اللي في الطبق ده هو بردك باقي الصلصه باقي التخديعه كان فايض مني ودي كانت زياده.
هنا هزود بقى عشان حسيت ان الرز مش احمر زي ما انا ما بعمله او زي ما انا متعوده يعني. طبعا طريقه المحشي ديك ان انا اخدع وكده، دي طريقه امي الله يرحمها ويسامحها. انا بعمل المحشي على طريقتها. هنا في اسكندريه بيعملوا المحشي ني في ني في ني، ومش الكل، معظم الناس هنا بيعملوه ني في ني، يعني مش الاغلبيه، بس في ناس بيحبوه ني في ني. انا عمري ما اكلته ني في ني وما اتعودتش عليه ني في ني يعني. امي الله يرحمها معودانا ان احنا بنخدع له كده. طبعا انا هنا بقى ايه بلف وكده، هو زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. صغيره بس. وانس هنا بقى مصمم ان هو يعمل معايا. انا سايباه بقى ايه يلف ويا مني هو. ازاي؟ استنى هتوريك. قلت له ايه؟ امسك نعم. امسك كده. القطر، وريني ماله القطر. انت بوظته الحجيره. طب استنى انا هظبطه لك، استنى سجل بس الفيديو ده واظبطه لك ماشي. بص انت هنا وانت بتلف معايا المحشي اهو. يلا سلم عليهم، قول لهم ازيكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ الحمد لله. انت قول لهم انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. لا هم عاملين ايه، انت قول لهم انتوا عاملين ايه. احنا عاملين محشي. ايوه قول لهم ما تنسوناش في اللايك. ايوه تعملوا اشتراك. ايوه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك بيقول لكم. طبعا انا هنا وريكم بقى المحشي وهو على النار، وهنا بقى بعد ما استوى وغرفته اهوت. يلا يلا قول لهم ما تنسوناش في اللايك والشير يا حبايب قلبي. اعملوا اشتراك. اعملوا اهو هو بيقول لكم اعملوا اشتراك وشير. ما تنسوناش في اللايك بقى، وتفضلوا وربنا يحسن ما بين ايديكم. طبعا انا هنا عامله حله صغيره محشي بارد لانس، وعامله الحله التانية محشي حامي عشان عندي ابو انس بيحب المحشي الحامي. سلام.